السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. النهاردة هنعمل زي ما انتم شايفين مع بعضينا كده، هنعمل بكيلو دقيق واحد 5 بيتزات من البيتزا الشرقي، وكمان هنعمل مع بعض السجق الشرقي البلدي على اصوله والخلطة بتاعته الممتازة جدا، بس من غير الهنك. يعني لو حابة تعمليها في العيد، في عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين، وتصبعيها كده صوابع، هتبقى معاكي زي العسل لو انت مستغليه الهنك ومش عايزه تحطيه في الهنك. خلطه سجق مظبوطه جدا ما فيهاش ولا غلطه، وبيتزا شرقي من الاخر. هنعمل مع بعض 5 بيتزات مقاس لارج واكس لارج كمان، اللي هي بتتباع تقريبا ب 120 او ب 150 جنيه تقريبا، لان انا بجيب السمول او المقاس الصغير منها ب 85 جنيه، ودي بلحمه مضمونه وانت عاملاها بايديكي، وحاجه كده تحفه التحفه. هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونتعرف على المقادير وعلى الطريقه على طول. معايا كيلو دقيق. الفطير المشلتت والبيتزا الشرقي لازم تستخدمي لهم دقيق يكون ملوش عرق قوي علشان يتفرد معاكي بسهوله. انا استخدمت دقيق المروه ودقيق الاهرامات كمان كويس، بس المروه كمان احلى في الشغل من الاهرامات بكتير. هحط كده كيلو دقيق ومعلقه ملح صغيره في العجان، لو هتعجني بايدك براحتك. وهحط 550 ملي من الميه او 600 ملي. بتفضلي تعجني في العجينه كده لحد ما تلاقيها معاكي بتمط وعامله زي اللبانه وناعمه معاكي، لان مرحله العجن دي مهمه جدا وهتريحك في الشغل جدا جدا. لكن لو استعجلتي والعجينه كانت معاكي مقطعه زي ما وريتك كده في اول الفيديو، هتتعبك في الشغل وهتقطع معاكي وانت بتفردي. فاهم حاجه في عمايل الفطير المشلتت او البيتزا الشرقي، ان انت تعجني العجينه كويس قوي وتخدميها كويس قوي. وطبعا عجينه الفطير المشلتت هي البيتزا الشرقي، بس الفرق ان ده بيكون طبقات ودي بتكون طبقه واحده. هنشوف مع بعض دلوقتي يعني مراحل الشغل كلها، وان شاء الله هتبقي استاذه فيها ومش هتشتريها من بره تاني. انا قطعت كده الكيلو الدقيق بتاعي على 5 بيتزات، قطع متساوية. انا وزنتها بالميزان علشان تبقى كل بيتزا قد التانية. خلاص كده، بعد ما قطعتها بقى هجيب صينية فيها شوية زيت. انا شغل النهاردة هيكون كله بزيت، مش هحط ولا زبدة ولا سمنة. هحط كده زيت وهغرق الفطير من فوق لتحت بالزيت، وهجيب كيس هغطي بيه الفطير كويس جدا، لان انا بعد مرحله العجن والتقطيع دي هسيبها ترتاح تقريبا نص ساعه. كل ما تسيبي العجينه معاكي ترتاح هتريحك جدا في الفرد، ومش هتقطع معاكي وهتبقى معاكي ممتازه جدا. في الوقت ده اللي احنا هنسيب فيه العجينه ترتاح، هكون محضره معايا كيلو من اللحمه، او على حسب بقى انت هتعملي كام بيتزايه. ودي هتبقى خلطة السجق معانا النهاردة. السجق الشرقي، السجق البلدي بخلطة تحفة جدا، مش هتشتريها من عند أجدع جزار بيبيع لحمة بلدي. هنحط على كيلو اللحمة تقريبا ربع كيلو من الدهنة أو اللي هي الضاني، أو 200 جرام على حسب رغبتك. تمام كده. وهنحط معلقة كبيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الثوم البودرة، والبصل البودرة برضو معلقة صغيرة. هحط كمان الكيلو اللحمة بياخد تقريبا 3 معالق من الملح او 3 معالق ونص، على حسب انتي ذوقك في الملح بيكون عامل ازاي. انا عندي هريسة الشطة دي، فرمة الفلفل وحطاه في الفريزر، حطيت عليه معلقة كبيرة من الفلفل الاحمر المفروم. تمام كده. هقلب كل ده كله، همكسه مع بعض، وهعجن اللحمه معايا كويس جدا لحد ما الانسجه بتاعتها تبان وتبقى عامله معايا زي الخيوط كده، زي عجينه الكفته. هبتدي بعد كده اركنها على جنب، واحضر بقيه الحاجات اللي احنا هنحطها على البيتزا. كده اللحمه او السجق معايا جاهز. البيتزا بتاعتنا النهارده هتكون بالسجق. ودلوقتي هنركنها على جنب. انا جبت بقى 3 تنصاص من الجبن. جبت جبنه الوسام، دي ممتازه جدا لو حد حب يجيبها او يجربها، مطتها حلوه جدا. فحطيت جبنه شيدر على ميكس جبن على جبنه موتزاريلا. الكيس من ده نص كيلو، قلبتهم على بعض وهبتدي استخدمهم. بالنسبه للطماطم انا مقطعاها، واخده منها اللحم بس، ومش مش منقيه طماطم تكون طريه، علشان الميه اللي في الطماطم ما تطرليش
العجينه عندي. قطعت كمان فلفل رومي وفلفل حراق، وعندي زيتون شرايح. كده كل طلبات البيتزا موجوده عندي، والحشوه بتاعتنا جاهزه. هنبتدي دلوقتي نخرج في الصاله على مكان الشغل بتاعنا. عندي الطبليه حطيت عليها شويه زيت محترمين، وبدات افرد زي ما انتم شايفين كده. طبعا لان الدقيق كويس، عرقه مش قوي، العجينه معجونه كويس قوي واتخدمت في العجن وخدت وقتها. وكمان لما قطعت العجينه سبتها ترتاح من نص ساعه لساعه. فدلوقتي مريحاني جدا في الشغل. زي ما انتم شايفين العجينه ماشيه معايا عامله زي اللبانه، منين ما بفردها بتيجي معايا. فطبعا باكد عليكم تاني مده العجن تكون كافيه لحد ما العجينه تنعم معاكم وتلاقوها بتمط كده في ايديكم ومش مقطعه ومش خشنه. وباكد عليكم برضو التركه التانيه علشان تطلع معاكي فطير ناجح او بيتزا ناجحه، ان انت تريحي العجينه بعد ما تقطعيها. واحنا بنقطع العجينه بعد العجن على طول، يعني ما بسيبهاش ترتاح وارجع اقطعها، لا انا بعجن وبقطع على طول وبسيبها ترتاح بقى بعد كده. فردتها زي ما انتم شايفين كده بوسع الطبليه كلها، وهبتدي اتني الطرف ده والطرف ده، وهبتدي بعد كده احط الحشوه بتاعتي. وما بين كل طبقه بروح حاطه دهنه زيت خفيفه. عندي السجق بقطعه زي ما انتم شايفين كده. اللحمه عندي نيه مش مستويه، هي هتستوي في الفرن على سوى العجينه. ببتدي كده املاها. وطبعا يعني البيتزا الجاهزه اولا بتبقى اللحمه مش معروف مصدرها ايه، ثانيا ما بتبقاش بالكميه اللي انتوا شايفينها. حطيت كمان شويه جبن موتزاريلا وشيدر وميكس جبن. وهبتدي اقفل على الفطيره كده من الجنبين زي الظرف. وهبتدي انا دهنه عندي الصينيه برضو زيت، وزي ما انتوا شايفين تنتها وحطيتها في الصينيه. هي دلوقتي واخده شكل مربع، بس قبل ما تدخل الفرن هتتدور لاني هفردها تاني. هبتدي بقى اعمل وش البيتزا. حطيت الطماطم والفلفل والزيتون، وهحط برضو قطع من السجق على اسفه، هحط قطع من السجق تاني على وش البيتزايه مع ميكس الخضار اللي احنا حطيناه ده والزيتون. تمام كده. الجبنه مش هتتحط دلوقتي، هنشوف مع بعض هنحطها امتى. بتكه بقى كده على الحشوه او على وش البيتزا اللي انا حطيته ده، خلطه الخضار بتك عليها كده علشان تثبت. واهم حاجه الصينيه اللي انت تجهزيها تحطي عليها كيس بلاستيك علشان وشها ما ينشفش معاكي. قبل ما بدخلها الفرن ببتدي افردها بقى واديها شكل الصينيه بتتدور زي ما انتوا شايفين كده. بتك عليها وافردها، وبكون مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره عندي من 200 او 220، او لو ما عندكيش درجات حراره في الفرن خليه على اعلى درجه، وشغلي الفرن من تحت وشغلي الشوايه في نفس الوقت علشان البيتزا ما تعضمش معاكي وتفضل طريه وتبقى زي الجاهزه بالظبط. لو ولعتي الفرن على درجه حراره بطيئه، او حطيتي على الشبكه في النص ما خليتيش الصينيه على الصاجه على طول ملامسه للنار، البيتزا هتعضم معاكي ومش تبقى حلوه بالمره. زي ما انتوا شايفين انا فردتها كده كويس قوي، وهبتدي احطها في الفرن على الصاجه والشوايه عندي شغاله. دلوقتي كان القاع بتاع البيتزايه اتحمر وخدت الوش زي ما انتوا شايفين كده مصفر بسيط وداخل على سنه حمار بسيطه جدا. هبتدي بقى اطلعها واحط الجبنه دلوقتي، علشان لو كنت حطيت الجبنه من بدايه ما دخلت الفرن الجبنه هتنشف معايا، مش هتديني المطه ولا هبقى حاسه بطعم الجبنه خالص. تمام كده. دلوقتي بقى هحط الجبنه وهدخلها على الشوايه على طول. يا دوب الجبنه عندي تسيح، ما تاخدش يعني ما تتحمرش او تاخد وش تحمير، لا هي بس يا دوب الجبنه تسيح عندي. وهخرجها علشان احس بمطه الموتزاريلا، وكمان يفضل طعمها كويس. دلوقتي هدخلها بقى وهنشوفها مع بعض، هتطلع تحفه جدا. دي البيتزات طلعت معانا 5 بيتزات وحطيناها بقى عشان ناكل بالهنا والشفا. طبعا انا ما لحقتش ان انا اقطع ولا اوريكم قد ايه هي طريه والحشوه جوه جميله ولا اللون، لان هم كانوا جعانين جدا وكانوا تقريبا هياكلوني. حتى لو هتلاحظوا هتلاقوا في صينيه متاخد منها قطعه. فطبعا يعني اعملوها على ضمانتي بالطريقه دي. انا فعلا ما لحقتش ان انا اقطع من البيتزا واصور لكم، صورت لكم المقطع ده بالعافيه. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.